شاب تاقت نفسه ليحلق في سماء الإنشاد، صدقت فيه نبوءة المنشد الكبير أبو الجود الذي لقبه بالشحرور لصوته الجميل العذب الندي، فافتك وسام حادي الأرواح لهذه الطبعة 2024. هذه الجزائر أشرقت بشبابها، يا ها هنا فرحا أراه جديدا. يحضر معنا المتوج بطبعة 2024 في مسابقة حادي الأرواح المنشد حمزة مخيش. أهلا وسهلا بك حمزة. أهلا وسهلا. شرفتنا بالحضور وكل المشاهدين والمستمعين أيضا. اخترنا حمزة حتى يكون هو حادي هذه المسابقة ويقتدي به المتسابقون في هذه المسابقة ويكون أنموذجا لهم. حدثنا عن تجربة اليوم الأخير وفي نجاحك يعني بعجالة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والله تجربة كانت ممتعة، ممتزجة بالخوف والسسبانس، ولكن على كل منشد أن يخوض مثل هذه التجارب لكي يطور من نفسه ويطور من هذا الفن الإنشادي ويخوض غمار المنافسات. بالنظر يعني إلى عديد المنافسين، وكانت منافسة متقاربة تقريبا بين جل المنشدين، وربما المسؤولية كانت أكبر على لجنة التحكيم التي تكبدت عناء اختيار الحائز على اللقب. نعم اسماعيل. طبعا المسابقة على مستوى وطني لأنها فاتت أصلا بمراحل التصفية، فاللي راح نجوك قاع أصوات كاليفية وقادرين يمدوا، وبالتالي كل واحد عنده طموحه وكل واحد يشتغل على نفسه، وبالتالي في الأخير تكون المنافسة الشريفة هذيك الجميلة اللي نحبوها احنا. فكانت فريمون يعني، ولكن حمزة كان ممثل جميل لهذه الولاية وعرف وش يخير في الأخير، وهذه النقطة اللي كانت فارقة إلى ضمن كذلك مجموعة كبيرة من كوكبة جميلة من ربوع الوطن اللي أدت باقتدار. ونقول إن شاء الله كل شيء مبروك والقادم أجمل وأفضل. نعم.